انا عارف ان انت دايما محتار ودايما قلقان وبالك مشغول ومشوش، وبسبب المشتتات الكتير اللي حوالينا وبسبب الفتن الكتير اللي حوالينا، فانت حرفيا دماغك مقلوبة زي ما بيقولوا. طيب، ايه الحل للقصة دي؟ وهل في حل فعلا، حل عملي ينفع تعمله في القصة دي عشان تحاول تحافظ على الجزء الباقي من شخصيتك، او الجزء اللي انت بتحاول اصلا تكونه بشكل صح، ولا لا؟ الحلقة دي من القلب للقلب كده، أنا مش محضر حاجة وبكلمكم من القلب للقلب حرفيا يعني. طيب، أنا شخصيا لما بكون محتار أو بكون قلقان أو بكون في حاجة شاغلة بالي، بحاول أعمل حاجة هي فيها حاجة روحانية شوية وحاجة عقلية. تمام. ايه الحاجة الروحية؟ اللي انا بقوم اتوضى وبصلي ركعتين وممكن اقرأ شوية قرآن. فده يعني بيديني يعني هدوء نفسي وهدوء روحاني كده رباني كده، بتبقى مرتاح يعني، بتحاول ان انت بتلاقيك بتفكر بقى بشكل هادي، بشكل يعني اكثر تركيزا ومش مشتت قوي. تمام، دي الحتة الروحانية. طيب، الحتة العقلانية، انا لما بكون في حاجة بختار ما بين حاجة وحاجة، بقوم جايب ورقة وقلم. بكل بساطة بجيب ورقة وقلم، بفضي الافكار اللي في دماغي، بفضيها كلها في الورق دي عشان يعني يعني اقارن ما بين الحاجتين، او اقارن ما بين الامرين، ان انا مشتت ما بينهم، او اللي انا دايما قلقان منهم، او عاملين لي ازمه في الوقت او في اليوم بتاعي، او دايما شغالين تفكيري. طيب، الاسترس بقى اللي احنا فيه بقالنا كتير، او اللي احنا اوريدي فيه بسبب المتطلبات بتاعة الحياة، الاسترس ده لوحده بيخليك قلقان ومتوتر دايما ومشتت. وتحديدا الناس اللي هم الشخص اللي بيبقى رب أسرة. اللي بيبقى رب أسرة بيبقى في رقبته زي ما بيقولوا زوجة وأولاد ومتطلبات بيت بشكل كامل من الألف للياء. فالموضوع بيبقى صعب جدا، يعني اللي شايل مسؤولية نفسه ممكن يكون الأمر هين أكتر من اللي شايل مسؤولية ناس تانية. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالموضوع مش مجرد ان انت بتجيب متطلبات للبيت، لا، كل واحد في الاسرة دي او في الاسرة بتاعتك ليه حق عليك. ليه حق، سواء انت اب او ام، فهو اوريدي ليه حق عليك ان انت تعلمه، ان انت تخليه صلب نفسيا ويقدر يتأقلم مع الامور ويقدر يعيش اصلا معيشة في اغلب في اغلب الظروف هي معيشة صعبة، عشان نبقى واقعيين بس ما يبقاش ضحك على الناس وانا بطلع اقول لك لا ده الحياة وردي وبتاع ومش عارف ايه. لا، الحياة مش وردي، الحياة الوردي مش هنا. فسيبك بقى من قصة الحياة وردي دي. ولو انت شايف ان الناس اللي بيصوروا لك دايما ستوريز مثلا وهم مسافرين وهم بياكلوا مش عارف فين وهم بيعملوا ايه وهم راكبين عربيات ايه، فلو انت شايف ان هي دي الحياة الوردي، فانت برضو محتاج ان انت تعمل ريفرش كده لايه، لدماغك وللمبادئ بتاعتك ولتصوراتك عن الحياة بشكل عام. ممكن تكون انت شايف واحد عنده ما عنده من المال والعربيات، او ما عنده من المال ما يغنيه، لكن هو في المقابل هتلاقي عنده دروب. فانا لاحظت ده او شفت ده بعيني في بعض الناس او في بعض الاسر. في حد مثلا تلاقيه عنده فلوس كتير جدا، لكن ممكن تلاقي عنده ولد عنده مشكلة عقلية، تلاقي عنده ولد عنده إعاقة، عنده أي مشكلة. تلاقي مثلا هو لا قدر الله واحد يبقى غني جدا بس مش قادر يخلف. تمام. واحد غني جدا بس مثلا عنده حياته الزوجية صعبة، مش زي مثلا واحد واحدة متجوزين وحالهم بسيط لكن مبسوطين، لكن مرتاحين مع بعض، لكن بيحبوا بعض. فكل واحد عنده حاجة دافع قصادها حاجة أو حاجتين أو ثلاثة، دافع قصادها كتير جدا يا جماعة. الموضوع مش مجرد صورة، يعني صورة مرسومة قدام عينك. يعني اللي بيكلمك دلوقتي ده أنا قاعد بكلمك وأنا أصلا مدرب جيم، بس أنا أصلا بتصاب وعادي. هو في واحد كان قال لي هو مدرب الجيم بيتصاب، قلت له عادي، ما هو بني آدم يعني إنسان، فطبيعي يتصاب، ممكن يعمل أي حاجة غلط ويتصاب. ما سخنش كويس، لعب بوزن زيادة عن اللزوم، كان متحمس شوية فزود وزن، كان مثلا مش مركز في التكنيك فعمل حركة غلط، فطبيعي هيتصاب. ما هو إنسان، هو إنسان طبيعي زيه زيك. فإيه إيه المشكلة إن هو يتصاب مثلا؟ مفيش أي مشكلة.
زي مثلا واحد يبقى يعني سواق جدا، او واحد بيسوق العربيه بص واخد درجه، يعني درجه اولى في السواقه، ويعمل حادثه. هو قدره كده يا عم، هو نصيبه كده. يعني هو انت هتمنع القدر ولا هتمنع اللي مكتوب؟ فهي حاجات مكتوبه. طيب انا دلوقتي انا بكلمكم او انا بسجل الفيديو ده، انا مصاب عندي مزق هنا. طيب هل المزق ده مأثر على نفسيتي؟ بصراحة لا. يعني بصراحة لا، مش مأثر، لأن أنا اتصبت كتير. فبقى عندي فعلا زي ما تقول صلابة نفسية في إن هو الإصابة دي عادي، أمر هيعدي وخلاص. هتتعلم منه إن أنت يبقى عندك صبر ويبقى عندك هدوء، والحماس بتاعك تعمل عليه كنترول وتتحكم في نفسك أكتر. بس هتعدي. ما هي عدت زي اللي عدى قبلها، ما أنا اتصبت مرتين تلاتة قبل كده، فهتعدي زي اللي عدى قبلها. نفس الكلام لو انت في دروب، لو انت في مشكله، فافتكر كده، ارجع في الذاكره لورا شويه، حاول تفتكر المشاكل اللي انت وقعت فيها قبل كده، عدت ولا لا؟ ما هي عدت والله، عدت زي اللي عدى قبلها كتير، وربنا هون عليك كتير، وربنا ييسر لك كل الامور اللي انت شايف ان هي كانت مستحيله حرفيا. وانا كإيهاب، انا لو اشوف نفسي او ابص على نفسي من سنتين ثلاثه، انا بحمد ربنا على اللي انا فيه. وربنا بيقول لنا ولئن شكرتم لازيدنكم. الفيديو ده من القلب للقلب. لو انت استفدت من كلمة او من حرف انا قلته، ما تنساش ان انت تعمل شير للفيديو ده وتدعمني، لان الدعم بيفرق معانا جدا.